السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم جبت لكم نوع من حلويات العقيقة، صابلي المزيود طفلة بذوق الفراولة، بنين وغير مكلف. نتمنى تجربوه ويعجبكم. بلا ما نطول عليكم نروح لطريقة التحضير. أنا هنا حضرت كمية تاع 30 حبة تاع صابلي عادي بذوق الفاني، راح نكتب لكم الوصفة في صندوق الوصف. شوفوا كيفاش يجي، ما يكون خشين ما يكون رقيق. من بعد ما طيبته خليته برد مليح، ورحت نحضر الكريمة الزبدة بذوق الفراولة. هنا عندي زوز مغارف كبار تاع ماء عادي، فرغته في إناء. نضيف له 125 غرام سكر ناعم، ومغرفة كبيرة تاع بودرة الشانتيي. خلطتهم حاجة خفيفة برك باه يذوب السكر. من بعد نبدأ نضرب بالباتير. هنا عندي 125 غرام مارغرين أوبلين، قطعتها قطع صغيرة، ونضيف بشوية ونضرب حتى نكمل الكمية. نبدأ نضيف في 4 مغارف كبار تاع زيت، بهذه الطريقة نضيفه بالتدريج ونضرب حتى نتحصلوا على كريمة تكون خفيفة ويتضاعف الحجم تاعها بهذه الطريقة. من بعد نكهتها بذوق الفراولة. حطوا قيس مغرفة صغيرة، نزيد نخلطو بالباتير حاجة خفيفة برك باه تخلط لنا مليح، ونعمر الكريمة تاعي في لابوش. من بعد نبدا نعمر في الصابلي. هنا انا ستفتو باه تجيني الخدمة سهلة. هنا عندي سوبر كريم باه نحشي بها في الوسط. نبدا نعمر في الصابلي، نمشي في الاطراف ونخلي فراغ في الوسط، راح نعمره بالسوبر كريم. هنا الكمية تاع الزبدة خدمت لي 30 حبة بالضبط. هنا ما تكتروش السوبر كريم بزاف باه ما يخرجلكمش الاطراف. ونغطيو الحبات بهذه الطريقة. ومن بعد نبدأ نفيني في الحبة، نعمرو الفراغ اللي في الأطراف باه تجينا الحبة متحوفة. خدموها مليح. نكملو كامل الحبات بنفس الطريقة، ونحطوهم في الثلاجة مدة 5 دقائق باه الكريمة هذيك تحكم روحها. ونبدا نقلاصي في الحبات. هنا عندي 300 غرام تاع شوكولا بيضاء، قطعتها قطع صغيرة وذوبتها على حمام مائي. من بعد ما ذابت ضفت لها 2 مغارف كبار تاع زيت وملون الوردي الخاص بالشوكولا. ضيف بشوية ونخلط حتى نتحصل على اللون اللي حبيته بهذه الطريقة. من بعد نجيب الحبات تاع الصابلي ونقلاصيهم بالشوكولا. نغطي كامل الأطراف. هنا نخبطها مليح باه تنزل لنا الشوكولا الزايدة، ونحطوها على طاولة العمل باه تنشف. في فصل الصيف ما تضيفولهاش الزيت، لانه السخانه شيكوله وحدها برك وتذوب، فما بالك نزيدو نضيفولها الزيت. في الصيف ما تضيفولهاش الزيت، غير في الشتاء كي يكون الجو بارد باه ما تجيناش الشيكوله هذيك يابسه نضيفولها شويه تاع الزيت. هنا من بعد بديت نزين في الصابلي. هنا عندي العجينه تاع السكر، ضفت لها كميه من النشا حتى تعود ما تتلصقش في اليد. عملت 2 انواع تاع التزيين. النوع الاول طرحت العجينه تاع السكر
وطبعت بالطابع دائري يكون مشرشف، هذا باه نكتب فيه الاسم تاع المزيود أو المزيودة. وعملت أشكال الخاصة باللي بيبي. هنا نستعينو ديما بالنشا باه ما تلصقش العجينة في اليد. كي نستعملو لي موتيف هادو ما نضيفوش التيلوز، النشا برك تكفي باه تنشف لنا شويه العجينه. واما التيلوز نستعملوه في الورود باه يعطي باش يبقى حاكم هذاك الشكل تاع الورده، تكون الورده واقفه. اما في لي موتيف ما نستعملش تيلوز، غير النشا برك. هنا عملت الاشكال، نوعت بهذه الطريقه. هنا انا حنعمل معاكم حبات برك باه تشوفوا كيفاش التزيين، والكميه الاخرى خدمتها بعقلي. هنا عندي هذا الملمع، هذا الذهبي. انا هذا نضيف له غير الزيت، نضيفه بكميه قليله بالقطره وخلطه. هنا عندي الحبات من بعد ما جمدت الشوكولا، نقيتهم من تحت من الشوكولا هذيك الزائده، وجبت الملمع الابيض، ابيض ذهبي، ولمعت الحبه تاع الحلوى. شوفوا كيفاش يتبدل الشكل تاعها، خلاه شوفوا كيفاش تجي. هنا شوفوا كيما نحط لهاش الملمع، وشوفوا بالملمع يعني فرق كبير. من الأحسن نستعملوا الملمع. هنا بديت نخدم في هذاك الدوائر، نعمل نقاط على الأطراف باه تجينا الشكل تاعها مليح، ونلصق فوق الحبة تاع الصابلي، وزيد نلصق بابيون صغيرة بهذه الطريقة، ونكتب اسم المزيود. هذا فاتر خاص بالعجينة السكر، أو يتباع في المحلات تاع لوازم الحلويات. ونزيد نلمع البابيون بالملمع الذهبي. هذا النوع الثاني تاع التزيين، يعني نص الكمية استعملت فيها التزيين الأول اللي كتبت فيها الاسم تاع لي بيبي، والنوع الثاني زينتهم باللي موتيف. هنا ديما نلصقو بالشوكولا. بهذه الطريقة، ونزيد نلمع بالملمع الذهبي. يعني زدت تجينا الحبة، يعني ما عندي ما نقول لكم. الملمع هذا الذهبي يعني يزيد النص في الحبة تاع الكاطو. من بعد ما كملت لهم التزيين، حطيتهم في الكيسات في لادونتيل. وهذه هي الحلوى تاع اليوم. اذا عجبتكم ديروا لي جيم وكومنتير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.